مشاهدينا الافاضل، طبتم وطابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضاء الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. تقييم أنشطة المكتب المركزي للشرطة الإريترية. المواشي والثروة القابية بمديرية فرو توجد في وضع جيد. أنشطة نفير جماعي في بلدة هيكوتا لصيانة الطرق. قتلى من بينهم شرطة في احتجاجات بالعراق. ماكرون وترامب يعلنان هدنة في نزاع حول ضريبة رقمية. قتلى في انهيار جسر المشاة في أحد الأنهار بأندونيسيا. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. قيم المكتب المركزي لشرطة إريتريا في 21 من يناير أنشطته للعام الفائت بحضور قادة المراكز ومسؤولي التحقيقات ومكافحة الجريمة. وقيم الاجتماع مميزات وإخفاقات العمل، مشيرا إلى بذل الجهود لحل أوجه القصور. ودعا الاجتماع المسؤولين والأعضاء للعمل المنسق من أجل مكافحة الجريمة والحوادث. وحث قائد شرطة إريتريا العقيد محمد سقاي جميع الأعضاء للعمل المتفاني من أجل تنفيذ البرامج التي لم تنفذ بعد خلال السنة الماضية لأسباب مختلفة. أوضح السيد تسفاي تولي مسؤول مكتب الزراعة في مديرية فرو بأن المحميات والثروة القابية في المديرية توجد في وضع جيد بفضل الخريف الطيب، وقد تحصل المواشي على ما يكفي من العلف الحيواني والمياه عن قرب، مما سيلعب ذلك دورا كبيرا في ضمان صحتها وزيادة الإنتاج. وأشار السيد تسفاي إلى قدوم المواشي من مختلف المناطق في المديرية والاستعدادات الجارية لمحاربة الأمراض المتوقعة بسبب اختلاط المواشي القادمة من مختلف المناطق. كما أوضح السيد تسفاي امتلاك المنطقة للعديد من الحيوانات البرية مثل النعام والغزلان والظباء وغيرها، وأن الوعي المترسخ بأهمية الحفاظ على الثروات الطبيعية يسهم كثيرا في نموها. من جهتهم أفاد الرعاة بأن مواشيهم توجد في وضع جيد بفضل توفر المراعي والمياه الكافية، مطالبين وزارة الزراعة بتنظيم برنامج لتطعيم الماشية والسيطرة على الأمراض النادرة. أعلنت الشرطة في مديرية أفعبت عن انخفاض ظاهرة ارتكاب الجرائم خلال العام 2019 بنسبة 7% مقارنة بالعام 2018، ومخالفة قانون المرور بنسبة 18%، فيما انخفضت نسبة حوادث المرور ب10%. وفي اللقاء الذي أجراه قائد الشرطة في المديرية الرقيب بيان الرؤسوم لسكان أفعبت في 19 من يناير الجاري، قال أنه ورغم تحقيق إنجازات مشجعة في انخفاض ظاهرة الجرائم ومخالفة قوانين المرور والحوادث الناجمة عنها، إلا أن هذه الظواهر تحتاج لمنحها الاهتمام الأكبر حتى نتمكن من تخفيضها بشكل أكبر، مناشدا المجتمع المدني وخاصة الآباء لضرورة متابعة أبنائهم. من جهته دعا مسؤول مكافحة الجرائم في المركز السيد الازار تخلآب المواطنين لتوخي الحذر فيما يتعلق بحماية الممتلكات والأموال وتعزيز دورهم في مكافحة الجرائم. وأشار المشاركون بدورهم إلى زيادة الجهود لتربية الأبناء على الأخلاق الحميدة والابتعاد عن ارتكاب الجرائم ومخالفة القوانين، مناشدين بضرورة استمرار مثل هذه السمينارات التنويرية. أشاد مسؤول التعليم في إقليم شمال البحر الأحمر الأستاذ رشيد محمد عثمان بارتفاع نسبة المشاركة في مرحلة الأساس بمناطق أوميلي ودينانلو بمديرية فرو. ودعا في اللقاء الذي أجراه مع السكان يومي 17 و18 من يناير إلى تعزيز دور المجتمع للدفع بنسبة المشاركة المتزايدة للطلاب وخاصة الطالبات في العملية التعليمية. وأشار إلى الأعمال الجارية لبناء مدارس جديدة في أوميلي ودينانلو ووجود برنامج لبناء مدرسة متوسطة في مركز الضاحية. ونشد الأستاذ رشيد بضرورة تقوية المشاركة الشعبية في إنجاح برامج التعليم قبل النظامي ومحو الأمية وبرنامج عريوت للأطفال الذين فاتتهم الدراسة في العمر المحدد لدورها في الدفع بالعملية التعليمية. كما قدم المشاركون في اللقاء آراء بناءة لتطوير العملية التعليمية في منطقتهم. هذا وتوجد في مديرية فرو 40 مؤسسة تعليمية، منها 9 رياض للأطفال و22 مدرسة ابتدائية و8 مدارس متوسطة وثانوية واحدة. تشهد بلدة هيكوتا أنشطة نفير جماعية كبيرة وفاعلة لإصلاح مشكلة انجراف التربة وصيانة الطرق داخل البلدة. وأوضح مسؤول وحدة الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد جبر ميكائيل بن قساب بأن الهدف من النفير هو صيانة المواقع المنجرفة في الطرق وتأمين سلامة المرور، مشيدا بالمساهمة الفاعلة التي أبداها المواطنون والطلاب وقوات الدفاع والشركات الإنشائية الناشطة في تلك المنطقة. وقال المشاركون بأن الأعمال المنفذة من خلال تنسيق القدرات فاعلة جدا، مشيرين إلى استعدادهم لتقليص المشكلات بتنسيق طاقاتهم وأموالهم.
هذا وتشير المعلومات الواردة من مكتب إدارة إقليم القاشبركة إلى أهمية الدفع بأنشطة النفير الجماعي هذا العام في كافة أرجاء الإقليم، والمتمثلة في صيانة الطرق وحفظ المياه وحماية التربة والتشجير والإصحاح البيئي. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية. قم معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، لقي 6 عراقيين بينهم شرطيان حتفهم، وأصيب العشرات في العاصمة بغداد ومدن أخرى خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن بعد أن تجددت المظاهرات المناوئة للحكومة في أعقاب هدوء استمر عدة أسابيع. وبحسب المصادر فقد توفى 3 من المحتجين في المستشفى متأثرين بالجروح التي أصيبوا بها بعد أن أطلقت الشرطة الذخيرة الحية في ساحة الطيران ببغداد. كما أشارت التقارير إلى إصابة 2 بعيرا نارية، بينما أصيب الثالث بقنبلة غاز مسيلة للدموع. وقالت المصادر أن الشرطة قتلت محتجا رابعا في مدينة كربلاء. وذكر شهود عيان أن محتجين ألقوا القنابل الحارقة والحجارة على الشرطة التي ردت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. وأضافت مصادر بالشرطة أن 3 صواريخ كاتيوشا سقطت بالمنطقة الخضراء شديدة التحصين داخل بغداد التي تضم أبنية حكومية وبعثات أجنبية. وأوضحت المصادر أن الصواريخ ال3 أطلقت من منطقة الزعفرانية خارج بغداد، مضيفة أن صاروخين منها سقطا قرب السفارة الأمريكية. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرائعة أجرى مناقشة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول ضريبة رقمية تعتزم باريس فرضها، وأن البلدين سيعملان سويا لتفادي الزيادة في الرسوم الجمركية. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي أن ماكرون وترامب اتفقا على التراجع عن حرب محتملة للرسوم الجمركية حتى نهاية العام، ومواصلة المفاوضات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول الضريبة الرقمية أثناء تلك الفترة. وقررت فرنسا في يوليو الماضي تطبيق ضريبة بنسبة 3% على دخل الخدمات الرقمية الذي تحققه في فرنسا شركات تزيد إيراداتها عن 25 مليون يورو في فرنسا و750 مليون يورو حول العالم. وهددت واشنطن بفرض ضرائب على منتجات فرنسية ردا على تلك الضريبة. وقالت السلطات الفرنسية مرارا أن أي اتفاقية دولية بشأن الضريبة الرقمية يتم الوصول إليها في إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستحل على الفور محل الضريبة الفرنسية. قال مسؤولون عن مكافحة الكوارث أن جسر للمشاة على نهر ملأته الأمطار الغزيرة انهار في جزيرة سومطرة الأندونيسية، مما أسفر عن غرق 9 أشخاص على الأقل جرفهم التيار القوي، وما زال شخصا واحدا في عداد المفقودين. وقال متحدث باسم وكالة مكافحة الكوارث أنه تم إنقاذ 17 شخصا في موقع الانهيار بإقليم بنجوكولو، حيث بدأت الوكالة عملية الإنقاذ. وقال المسؤول أن تجمعا من حوالي 30 شخصا أغلبهم من الطلاب على الجسر ربما كان السبب في زيادة الحمل عليه وانهياره. أكدت منظمة أوكسفام غير الحكومية أن أصحاب المليارات في العالم البالغ عددهم 2153 يمتلكون حاليا أموالا تفوق ما يملكه أكثر من 60% من شعوب العالم. تقليديا ينشر تقرير أوكسفام السنوي حول التفاوت في الثروات بالعالم قبيل افتتاح المنتدى الاقتصادي السنوي في دافوس بسويسرا، حيث تعقد الدورة ال50 من هذا اللقاء التقليدي للنخبة الاقتصادية والسياسية العالمية. وتشدد المتحدثة باسم أوكسفام في فرنسا بولين لوكلير في البيان نفسه على أن حالات التفاوت الفاضحة هي في قلب الانقسامات والنزاعات الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وبحسب أرقام المنظمة يمتلك 2153 شخصا حاليا أموالا لأكثر من 4.6 مليارات نسمة هم الأكثر فقرا في العالم. ويشير التقرير إلى أن الثروة 1% الأكثر ثراء في العالم تمثل أكثر من ضعف مجموع الثروة التي يملكها 6.9 مليار نسمة هم الأقل ثراء، أي 92% من سكان العالم. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.